السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذا الصباح المبارك أريد أن أعرف هذا المعهد مع هداية الله مكسر، وهذا مكان لطلب العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا دليل أن العلم هو واجب أن ندرسها. وهذا مكان معهد هداية الله مكان جيد لتعلم علوم الدين. لذلك أيها الإخوة، تأتي إلى هذا المعهد وتدرسون علوم الدين، وهناك كذلك الدرس الآخر يتعلق ب العلم العام، تدرسون الحساب، وكذلك هناك الدفاع عن النفس يعني تايكوندو، وكذلك طبق سوشي. وهذا معهد رائع جدا. هذا معهد يقع في منطقة مكسر، في ماذا نقول سلويسي سلطان. أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى هذا المعهد المنظر جميل. وهناك كذلك الجامعة، نقول ستاي Sekolah Tinggi Agama Islam. وهذا معهد يدرس فيه علوم الدين والعام، وكذلك الفصول من بداية الفصل الأول المتوسطة وحتى إلى الفصل الثالث عالية. وهناك متوسطة وهناك العالية وهناك كذلك جامعة. لذلك تأتي إلى هذا المعهد تلتحق بهذا معهد هداية الله مكسر، لأن هذا معهد رائع وجميل وكذلك نظيف جدا. وهناك ميدان ملعب، كذلك السكن. من يريد أن يسكن في هذا المعهد تفضل، لأن هذا معهد يفتح لطلب العلم، نريد هذا المعهد يكون معهد مكان لدرس الدين، علوم الدين. وكذلك أيها الإخوة، كما عرفنا قال الإمام الشافعي: العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. هذا دليل على أن العلم الله نور ولا يؤتي إلى العاصي. لذلك هذا مكان جيد جدا لتعلم علوم الدين. وكذلك هذا معهد المركز، هذا معهد مركز نتعلم اللغة العربية. وهناك الدروس الدينية يعني اللغة العربية، وكذلك ندرس كذلك الفقه وغير ذلك. يمكن هذا الذي ما أستطيع أن أقول لكم، وجزاكم الله خيرا. ونريدكم أن تأتي مرة ثانية، تأتي إلى هذا المعهد وتدرس هنا. مثلا تريد أن تلتحق بمتوسطة أو بالعالية والجامعة. هناك جامعة يسمى ستاي، وهذه جامعة جديدة تفتح في هذه السنة. شكرا وحياكم الله، جزاكم الله خيرا جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مع السلامة.